سلام حبوباتي، كنتمنى تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصباح معايا اولا روتيني الصباحي. الفيديو اللي فات كنت شاركت معكم عشيه معايا، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الصباح شنو كندير، وكذلك غادي نعطيكم بعض النصائح. بزاف ديال البنات كانوا كيسولوني كيفاش كنظم وقتي وكيفاش كان يعني كننظف كل حاجه باش كل حاجه كتبقى نظيفه وهكا. داكشي باش اليوم غادي نشارك معكم هذا الموضوع هذا، ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كذلك غنشارك معكم واحد الوصفه اللي لذيذه يا البنات، بزاف كلمه لذيذه قليله في حقها صراحه. هي وصفه اسيويه كيف ما غادي تشوفوا معايا، متكامله يعني فيها دجاج بالخضار كتجي غزاله بزاف. كيف ما غادي تشوفوا معايا الطريقه ديالها سهله والمكونات بساط. وإلا كنتي اول مره كتشوفي هذه القناه هذه فما ترديش انك تشتركي، وكذلك تخلي لي واحد لايك البنات، راه كتنساوه بزاف راه هو اللي كيشجعني وكيحمسني انني نزيدكم المزيد والمزيد كيف ما كنقول لكم ديما كتنساو يا البنات. ديروا واحد لايك قبل ما تكملوا الفيديو، ديروا واحد لايك وفرجه ممتعه. هنا البنات من بعد ما كنكون يعني جمعت كاع داكشي ديال الدار كيف ما كتعرفوا، المهم الروتين اليومي العادي كيف ما كتعرفوا كل صباح خاصك تنوضي تجمعي الغرف ديال النوم وديال الغرفه ديال الجلوس، لحقاش كتكون مرونه بالليل راكم عارفين بالاخص فاش كيكونوا هكا الوليدات والالعاب وداكشي. المهم من بعد ما كندير كاع داكشي يعني كياخذ ليا داكشي تقريبا واحد نصف ساعه بحال هكاك كلشي. من بعد ما كنكون يعني فطرت كنوض دغيا كنجمع داكشي وكنتوجه مباشره للمطبخ، لحقاش عارفه بحال هكا الا كنت غادي ندير يعني شي حاجه اللي غادي تشد ليا الوقت، ولا بحال هكا شي تنظيف عميق ولا شي حاجه غادي يشد ليا الوقت. داكشي باش كنسبق الغداء هو الاول، باش تا وليداتكم الا كان هكا فيهم الجوع او لا جاهم الجوع يلقاو بعدا ما ياكلوا. عاد من بعد كيبقى ليا الوقت من مور داكشي ندير اللي بغيت يعني الا كان عندي شي تنظيف كيف ما قلت لكم كنديرو. بالنسبه لنا البنات الاكله اللي غادي نشارك معكم اليوم هي اكله اسيويه، صراحه تجي بنينه بزاف وغادي تعجبكم. هي مكوناتها بساط، واهم حاجه يعني كيكونوا فيها الخضار، يعني خضار صحيين وغادي يعجبوا حتى وليداتكم بالنسبه الا ما كانوش كياكلوا هكايا الخضار. وهكا مره يعني نبدلوا ديما الطريقه اللي كنديروا في بحال هكا لي بات، وديما يعني كنديروها يا اما بلا صوص مطيشه اولا هكايا بلا صوص بلونش. هاد المره غادي نجيكم بطريقه اخرى ومختلفه. كيف ما كتشوفوا معايا في المقادير راه باينين. هنايا عندي خيزو، تقريبا خيزو صغيره اللي قطعتها، اولا الجزر بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش شنو هي خيزو، قطعته بحال هكايا يعني شرائح اللي كيكونوا بحال هكا طوال كيف ما كيبان لكم، باش دغيا كيسهل فاش كنطيبوه دغيا كيدخلوا الطياب. الا كانت عندكم حتى ديك الماكينه اللي كتخرجوا يعني بحال سباغيتي تقدروا ديروها، يعني حتى هي غادي تجي حتى هي غادي تخرجوا لكم مزيان. هنايا شديت غير ربيع صغير ديال القرعه خضراء كما كيبان لكم، حتى هي قطعتها طريفات بحال هكايا. المهم كلهم قطعوا الخضر بحال هكايا طوال. فلفله حتى هي اللي قطعتها بحال هكايا طويله. الا كانت عندكم ملونه تقدروا ديروها، انا عندي دابا غير الحمراء درت الحمراء. عندي واحد البصله صغيره حتى هي اللي قطعتها مشلضه بحال هكايا، وشويه ديال الشامبينيون اللي قطعته ما كنخليهش يعني كبير، كنفضل انني نديرو يعني كنقطعوه هكا شويه بالنص باش ما كيبقاش طروفه كبار. وهنايا عندي دجاج، طريفات ديال الدجاج، ما كثرش يعني هاد الكميه غادي ناكل منها غير انا وبنتي، داكشي باش نتوما تقدروا تضاعفوا الكميه الا كانوا عندكم يعني هكايا على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. هنايا ديجا راني درت ليه شي شويه ديال الملح وشي شويه ديال البزار. وبالنسبه للنودل اولا لي بات اللي غادي غنستعمل البنات هذه اللي كتكون بحال هكا بحال طاغلياتيل، ولكن ماشي كبيره ماشي طويله. كوم الا كانت عندكم يعني حتى ديك النودل ديال اللي كتكون هكايا في الاندومي تقدروا ديروها، ولكن بلا ما ديروا ديك البهارات اولا ديك التوابل اللي كيجيو مع الاندومي، يعني تقدروا تستعملوا غير ديك لي باد الاندومي. والا ما كانوش هادو كاملين فتقدروا تستعملوا سباغيتي فقط. وهنا اول حاجه في مقله اللي غادي تسخنوها شي شويه غادي ندير صدر ديال الدجاج، غندير فيها شي شويه ديال الزيت النباتيه، وغندير صدر ديال الدجاج ونخليه يطيب. انا كنفضلو شي شويه حتى كيولي يعني شي شويه اللون ديالو ذهبي كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كنحيدو وكنديرو على جنب، وكندير الخضار يعني كندير بعدا البصله هي الاولى حتى كتشحر ليا شي شويه كتنزل شي شويه. من بعد كنضيف ليها الخضار الاخرين يعني كاملين مره واحده، وكنخليهم حتى كينزلوا
بالنسبه لهنايا هاد الطريقه هما كيديروها نورمالمون الخضر كيديروا لهم غير واحد 3 دقائق، ولكن بالنسبه لي انا كيعجبني ان الخضر شويه يدخلوهم الطياب، يعني ما يبقاوش غير هكا قاصحين شي شويه، بالاخص الجزر داكشي باش كنخليهم يعني حتى كينزلوا شي شويه. وبالنسبه للتوابل فكندير الملحه والفلفل الاسود وشويه ديال الثوم بودره. بالنسبه لنا ما كانش الثوم بودره تقدروا تحكوا غير واحد الفص ديال الثوم مع الخضر ديالكم صافي. ومن بعد كنحرك، يعني كتحركوا مزيان باش كيدخلوا هذوك التوابل فقط، يعني راه ما فيهاش شي توابل اللي كثيره وكتجي بنينه يا البنات. ومن بعد كنضيف لهم 2 معلقات كبار ديال صلصه الصوجا. ضروري ما تستعملوا هاد صلصه الصوجا، هي اللي كتعطيهم واحد البنه لديك الخضر وكيجي واحد المذاق فيها زوين. وكنضيف كذلك الكاتشوب معلقه صغيره، ولا الا كنتو كتبغيو يعني النكهه ديال الكاتشوب تقدروا ديروا معلقه كبيره. و معلقه صغيره البنات ديال الخل ضروري في هذه الوصفه الاصليه كيديروا فيها الخل. وصافي كنخلي هاد العناصر على ما كيتشربوا ديك الصلصه. من بعد في هاد الزليفه البنات كندير شي شويه ديال الماء وشي شويه ديال النشا، تقريبا مقدار ديال المعلقه كبيره ديال النشا. الماء يعني ماشي بزاف، انا كيف ما كتشوفوا راه درت غير نص زلافه صغيره. وصافي من بعد كنحركهم مزيان وكنضيفهم على الخضر ديالي باش الخضر ما كيبقاوش ناشفين. وفي نفس الوقت البنات كتجي واحد لاصوص اللي ثقيله وزوينه بزاف بديك لاصوص الصوجا وداك الشيء. غير جربوا هاد الطريقه غادي تعجبكم. بالنسبه للنودل راه شفتوا نديرها يعني بالطريقه العاديه، كنغلي الماء وكندير فيه شويه الملح شويه ديال الزيت و صافي كنحط النودل ديالي حتى كطيب. بالنسبه للملح البنات ما تكثروش بزاف لحقاش راكم عارفين صلصه الصوجا ديجا كتكون مالحه. مهم نتوما عينكم ميزانكم، ذوقوا على حسب القياس غادي تزيدوا الملح ديالكم. ومن بعد مباشره فاش كديروا ديك الماء مع النشا راه دغيا كتقال لكم ديك لاصوص، وتمني تزيدوا عليها النودل ديالكم من بعد ما تكون طابت، وحركوا مزيان 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 مزيان. وهالوصفه ديالكم واجده كيف ما قلت لكم، راها ساهله بزاف وكتجي بنينه بزاف. الا جربتوها البنات غير خليوا لي هادشي في الكومونتير وقولوا لي كيفاش جاتكم. وهنا البنات من بعد ما كنكون غديت بنتي وتغديت حتى انايا، فهنايا بغيت نشارك معكم يعني الطريقه كيفاش منظمه. هذا ديجا كنت شاركته معكم، ولكن بغيت نغير شي شويه التنظيم اللي دايره. وفي نفس الوقت البنات كنت غير كنجيب وكنحط سيرتو فاش كتجيبي التقديه وتزيدي عليها تقديه اخرى وهكا حتى كتنساي بعض الحوايج كاع واش عندك اصلا في البلاكار ديالك. المهم داكشي باش قلت خاصني نستغل الفرصه في هذا النهار هذا وننظم هذا البلاكار هذا. هكا تبقاو ديروها البنات كل مره نظموا شي شويه، كل مره نظموا حاجه. بقاو ديروها البنات ماشي تجمعوا عليكم كلشي دقه، كل مره نظموا حاجه باش كتلقاو هكايا حتى الوقت وكتكون عندكم حتى الطاقه. ماشي كلشي فاش كتهبطي كلشي كيصعب عليك الامر. اول حاجه كيف ما كتشوفوا كانت عندي الروينه صراحه في هذا البلاكار هذا. المهم كنت غير كنجيب وكنحط. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نبدا بدوك المنظمات، غادي نحيد كل شيء ونحاول ننظم كل حاجه باش كل شيء يبقى باين. يعني فاش نبغي نستعمل الحاجه نلقاها راها باينه، يعني ماشي شي فوق شي ما كيبقى يبان لك حتى شي حاجه. هذه هي الطريقه ديالي انا اللي كنظم بها هاد المنظمات هادو. صراحه كتبقى الطريقه اللي عمليه. بالنسبه للنودل ما مكثراش عليا كثرت القراعي بزاف، ديجا كيبقاو في الساشي ديالهم كنسدهم غير بهذاك السداد اللي كيتسد، راه كيتباع في كاع المحلات كنظن ديال الاواني، راه غتلقاوهم فيهم، غتلقاوهم حتى في ايكيا. انا كنت خديتهم من فولفورت، خديتهم يعني شي 7 ديال البياسات بحال هكايا كيديروا يمكن بشي اورو، يعني الثمن ديالهم مناسب جدا. كينفعوا البنات بزاف. صافي هكايا كننظمهم. وبالنسبه للمعلبات فكنخليهم في المنظم الثاني بوحديتو كيف ما كيبان لكم. بالنسبه للبنات اللي كانوا كيسولوني على القطاني منين كناخذهم، فكناخذهم البنات من الاتراك. كيكونوا عندهم يعني العدس اللوبيا، وبالاخص البنات كيتشكاو من اللوبيا كيقولوا انها يعني ما كتصدقش بحال المغرب. بالعكس هاد الماركه اللي كنوريكم دابا فعلا البنات بحال كتاكلوا العدس او اللوبيا ديال المغرب، يعني كتبقى غير في الطريقه كيفاش كتقادوها وصافي.
ان شاء الله الا كنتم مهتمين نشارك معكم يعني الطريقه ديال العدس واللوبيا كذلك، وكناخذ منهم حتى الشعريه اللي كتكون هكا ديال الحليب كيف ما كيبان لكم، اولا تقدروا ديروها حتى بلا صوص. كنديرها كذلك البنات حتى في الحريره. هاد الشعريه هذه كتنفعني بزاف بزاف، كنجيب منها وكنخليها عندي، كنستعملها بزاف صراحه. بحال هكا ما كيكون فيك بعض المرات ما ديري شي حاجه في العشاء ولا هكا، فكديريها بالحليب اولا بلا صوص اللي كنديروها بالطريقه ديالنا العاديه المغربيه، وكنمسح ومن بعد كنمسح البلاصه فين نرد كاع دوك المنظمات بلاصتهم. وكذلك الا كانت عندي شي حاجه غادي تخوى في القرايه ديالها كنخويها. وانتم معايا. كانت الدنيا مرونه، ودابا عاد بقى ليسباس وتنقى الدنيا. هنايا درت غير دوك الطويجينات كيف ما كيبان لكم، حيت كنستعملهم بزاف، راني ديجا كنت شاركت معكم وصفات بزاف 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 بهم. اللي هي هاد كيف ما كتشوفوا درت غير هادوك دوك ديال البلاستيك اللي كديروا فيهم الشكلاط وداكشي، ودرت داك المول اللي هيه مربع. هذاك البراد ما تنستعملوش بزاف، درتو تما هو واحد الصغير، ما كنستعملهمش بزاف درتهم تما. حتى الاخر اللي كنستعمل كنجيبو كنحطو تما، ولكن هذا كبير بزاف يعني غير يعني كنخليه غير للضياف وداكشي. وليه هاد درت سباغيتي ودرت ديك الشعريه كيف ما شفتوا، من موراها دايره الرز. وهنا كيف ما كيبان لكم درت غير هادو ديال لي بات اللي كنجيبهم بزاف، كتعجبني هاد الماركه صراحه بزاف، كنجيبها بزاف. وخليت اللي مستعمله هي الاولى باش تحيد من الطريق، عاد ندوز للاخرين اللي من موراها. من بعد هنايا ما شفتوا هنايا دوك لي بواط ما دايرش فيهم يعني شي حاجه، دايره فيهم غير بحال هكا الزنجلان وداكشي كيكون هكايا محلول، مازال ما قاديتهمش مزيان. المهم هنايا دايره غير هاد البواط هذه اللي فيها داك الفلون وداكشي اللي كيشات ليا من الفاني. الا كان عندي شي حاجه كثيره على هاد المجر هذا فكنديرها هنايا وصافي. لي بواط انا ما كنستعملش بزاف ديال لي بواط صراحه، كانوا عندي بزاف ورميتهم، خليتيني داكشي اللي قليل واللي كنستعمل. هذا الرز مطحون اللي ديجا كنت شاركت معكم، كنديروا بزاف الوصفات الطبيعيه ديال الوجه، تا هو حاطه غير هنايا قدامي باش كيجيني ساهل. هادو صراحه كانوا هنايا الفوق كيف ما كيبان لكم
كاين ثقال بزاف. وخفت على هاد سميتو هادي، على هاد الحامله هادي تثقل بزاف داكشي باش يعني ما كيف ما كيبان لكم راها طويله، ما خفت عليها انها تثقل بزاف، داكشي باش هبطتهم لتحت وخليت غير داكشي اللي خفيف الفوق يعني ما ثقلش بزاف. هبطتهم لتحت كيف ما شفتوا، حيت منهم بزاف دروينه وداكشي ما كيبقاش كاع باين لك شنو غادي تستعملي وشنو ما غاتستعمليش. خليت كل حاجه باينه هكايا باش فاش نبغي نستعمل شي حاجه غير نجبدها ونستعملها. وهنايا كيف ما كيبان لكم درت غير داك ليمول ديال الزاج اللي كندير فيهم لي غاطان وداكشي كامل. هادو كنستعملهم بشكل يومي بزاف بزاف بزاف، سورتو في العشاء كنستعملهم بزاف. وداك المول حتى هو ديال الكيك اليومي ديالي، حيت اللي كنستعملو حتى هو بزاف وتلاكو داكشي خليته هنايا قدامي باش كيجيني ساهل. هنايا ديجا كنت وريتكم يعني كنت شاركت معكم كيفاش كننظم هكايا ديال الطحين والسميده اولا الفينو والروز. المهم داكشي اللي شي بحال الطحين داكشي كنستعمل هكايا، الروز داكشي كنخليه هكا القدام، وداكشي اللوراني ديالو فكنديروا اللور بحال الطحين وسميده وداكشي راه ديجا وريتو لكم. خاشيه فاش كتسالى ليا شي بواط من هادو كنعمر من اللور. هذه هي الطريقه اللي كندير وكتجيني ساهله. وهكا نظمت هذا المجر هذا صراحه كان مرون كيف ما شفتوا. ومره بحال هكايا البنات خذوا شي جوج بلاكارات اولا بحال هكايا في المطبخ ديالكم، ماشي غير في المطبخ ديالكم، كاين حتى في الاشياء الاخرى بحال هكا البلاكار ديالك مرون خصيلو واحد النهار قولي هذا النهار هذا غادي ندير في البلاكار ديالي. اما باش كتجمعي كلشي دقه وحده اولا كتجمعي عليك المطبخ كامل دقه وحده وتقولي غادي ننظف كلشي، فعرفي غادي تسوح لي واحد الوحله. ومنها نيت حتى العيا ما تعيايش بزاف، خاص انا في هذه الفتره ديال الحمل هذه شي شويه كنعيا يعني كناخذ كل مره شويه وشويه بشويه عليا وصافي. شاركت معكم نظفت البلاكارات الاخرين، هذا كان ضروري ما خاصو يتنظف حتى هو. مازال ليا ان شاء الله البيت ديال الخزين غادي ننظفوه حتى هو ونقادو. الا كنتو مهتمين بالبيت ديال الخزين ديالي غادي نشاركو معكم، غنوريكم كيفاش منظمه. صراحه هز ليا بزاف 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 ديال الحاجات، حطهمش يعني هنايا في المطبخ ديالي كنحطهم تما. كاين حتى الكونجيلاتور تما، كاينه لا ماشينه لافي تما، يعني بزاف ديال الحاجات اللي جمعهم ليا ان شاء الله الا كنتم مهتمين ونشاركو معكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات مره نحفزكم هكايا. رمضان على الابواب كيف ما كتعرفوا، وهكايا نيت حتى بالنسبه للاواني الا كانوا عندك شي اواني اللي ما بقيتيش كتستعمليهم وما بقيتي كديروا بهم حتى شي حاجه غادي تحيديهم عليك وما يبقاوش شادين لك البلاصه غير هكاياك. ومنها نيت تعرفي حتى شنو خاصك بحال هكايا لرمضان، الاواني ديال رمضان تعرفي شنو خاصك، وبحال هكا الا بغيتي تقادي الطبيلات ديالك وتحطي فيهم وداك الشيء. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم غزالات، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خلي لي اكبر عدد من اللايكات. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.